السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات على الحج. اليوم ان شاء الله حنعمل مع بعض صوص البيتزا المميز. حعمله معاكم بطريقة رائعة تحفة. نبدأ بسم الله. بحتاج لبندورة مقطعة، بصل مقشر ومقطع، توم مقشرة، جزر مقطع، وعروق روزماري، فلفل اسود وبابريكا، اوريجانو، ريحان مجفف، زيت زيتون، وبدي اضيف شوية من صوص الباربيكيو. بخلط الخضار مع بعض ما عدا عروق الروزماري، بخليها على جنب. بدي أضيف الريحان المجفف، الأوريجانو، بابريكا، فلفل أسود، وزيت الزيتون. بضيف ملح. بدي أضيف شوية من صوص الباربيكيو، بخلطهم مع بعض. بجيب صينية بتدخل الفرن وبرتب فيها الخليط. بدخلها وبضيف كمان عروق الروزماري. بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، تاخد تقريبا نص ساعة. بعد ما طلعتها من الفرن بدي اطحنهم بالبلندر. بدي اطحنهم على دفعتين هيك تمام. والسر للمطبخ الايطالي انهم بضيفوا انشوجة. بدي اضيف قطعتين من الانشوجة للصوص، بخلي طعمه تحفة. بدي اضيف معلقة من الصلصة. برجع بخلطهم كمان مرة، وهيك بتكوني عملتي أطيب صوص بيتزا. جربوه حتدعولي. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.